السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ للي ما يعرفنيش انا سارة دفعة 2023 تانية طب بشري. طبعا خلاص شهر 10 بدأ وكلكم تقريبا بدأتوا ان انتوا تخلصوا اكتر من شابتر، فالمنهج بدأ يزيد عليك ومحتاج ان انت تكون عامل زي سيكونس كده تمشي عليها لاخر السنة علشان ما تبدأش ان انت تراكم او ما تبدأش ان انت تبوظ الدنيا اكتر. بمناسبة المتراكمات فانا كنت قايله لكم الفيديو اللي فات او عملت لكم كومنت ان انتوا اكتبوا لي الحاجات اللي بدأت تتراكم معاكم وانا هشوف ليكم لكل واحد فيكم جدول. بس الحقيقة انا لقيت الكومنت كتير جدا ولقيت ان انتوا في اكتر من حد مراكم كتير جدا، فالتعليقات زادت كتير وانا كمان كان عندي كلية الاسبوع اللي فات وكانت لسه في البداية وكده، فكنت مشغولة شوية. فعلشان كده انا النهاردة هعمل لكم جدول تنظموا بيه القديم وكمان تذاكروا الجديد، فاستنوا معايا لاخر الفيديو ان شاء الله هقول لكم الجدول ده بالتفصيل، وهتلاقوا كمان الجدول نفسه على جروب التليجرام. وما تقلقوش من موضوع التراكمات، الموضوع بسيط. وانا شخصيا اكيد جه عليا وقت، يعني انا مش هقول لكم ان انا كنت براكم لان بصراحة كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا ما راكمش وما راكمتش تقريبا خلال السنة. بس الفكرة لما كمان بيبقى عندي مثلا شوامل، فانا كان في يومين قبل الشامل انا ببقى مخصصاهم للمادة دي، فبالتالي بسيب الدروس اللي عندي فيهم، بس كنت بظبطها على طول في الاسبوع اللي بعده. وفي ناس كتير جدا بتراكم وبتلم الدنيا عادي، فما تقلقش من موضوع التراكمات، ان شاء الله الموضوع هيتحل معاك. انت بس امشي بجدول انا عاملهولك واستعين بالله كده وابدأ وحاول ان انت تخلص، ما تراكمش اكتر وان شاء الله ربنا يوفقك. ولكن لازم تبقى عارف ان اهم من عمايل الجدول هو ان انت تلتزم بالجدول ده وان انت يكون عندك إرادة لتحقيق حلمك. وعايزه اقول حاجه بس للطلبه اللي كانت بتقولي في التعليقات، انت قلت لنا على موضوع ان انت هتحلي لنا التراكمات وضحكتي علينا او ان انت ما عملتلناش فيها حاجه. عايزاكم بس ان انتوا تبقوا مدركين ان انا ورايا التزامات كتير تانية، انا ورايا كليه، ورايا محاضرات كتير، ورايا مذاكره كتير، فاكيد انا مش قاعده لثانويه عامه بس. ومع ذلك انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل حاجه تفيدكم كلكم، وعلشان كده عملت الجدول بتاع النهارده. وكان فعلا كنت هرد على كل واحد بس الحقيقه لقيت الكومنتس كتير جدا، فحاولوا تبقوا مدركين كده موضوع الالتزامات التانية اللي عليا وان انتوا تكونوا مقدرين ده، وان انا بحاول اساعدكم باي طريقه. وان شاء الله هقول لكم في الفيديو ده على اهم الاخطاء اللي بتقعوا فيها في شهر 10 وازاي تحلوها. فيلا بينا نبدا الفيديو. بليز keep watching. اول حاجه بتقعوا فيها هي انشغالكم بالسوشيال ميديا، وان انتوا لحد دلوقتي مش عارفين تنظموا وقتكم، بتضيعوا وقت كتير جدا على التليفون او حتى على مصادر التشتت اللي هي مش شرط تكون التليفون بس، ممكن مثلا الصحاب، ممكن ان انت بتتشتت في نفس مذاكرتك، ان انت مثلا عاوز تحل اكتر من كتاب فمتشتت بين اكتر من الكتاب، بتسمع اكتر من مدرس ومتشتت بينهم. كل الحاجات دي لازم ان انت تحاول تحلها قبل ما تبدا خلاص بقى ان انت دخلت في المذاكره الجد، دخلت في اكتر من فصل، محتاج توفر كل وقتك علشان ان انت تراجع المواد دي او تراجع الفصول اللي فاتتك، ان انت تشتغل على نفسك اكتر، توفر وقت المذاكره اكبر. ولو انت مثلا كنت بتذاكر 6 ساعات فانت زودهم ل10 ساعات، كنت بتذاكر 5 ساعات 9 ساعات، فحاول ان انت توفر وقت اكبر للمذاكره. بلاش ان انت تشتت نفسك بين حاجات ملهاش لازمه، ركز في طريقك وبس. عندك كتب كتير ومتشتت بينهم، مثلا شوف لك اكتر كتابين انت بتستفاد منهم وابدا ان انت حلهم والتزم بيهم، هم دول بس، بلاش تشتت نفسك بالكتير. مدرسين مثلا التزم مع مدرس انت بتاخد معاه، وقف معاك حاجه ابحث على اليوتيوب في المكان او الجزء اللي انت واقف معاك بس، بلاش ان انت تسمع اكتر من محاضره من اكتر من مدرس. الموضوع ده بيضيع وقت كبير جدا. لو من غيره او عملت الموضوع اللي انا بقولك عليه ان انت تذاكر الجزء بس من مدرس تاني، ده هيوفر عليك في الوقت كتير، مش هيخليك ان انت تتشتت كمان في الشرح، واثناء الحل بيعود عليك برضو بالتشتت. تاني مشكله مثلا بتقع فيها وهي ان انت بتذاكر ومش عارف تحل. لازم تبقوا عارفين الموضوع ده طبيعي جدا في كتير مننا، او احنا في البدايه كنا برضو بنذاكر وفي حاجات مش عارفين ان احنا نحلها. حاول ان انت تاخد المشكله دي كمصدر استفاده ليك، هي ان انت مثلا مش عارف تحل من 20 سؤال 10 اسئله، فانت خد ال10 اسئله دول، ابدا ان انت فسرهم بالراحه، ابحث عن اجاباتهم واحده واحده، وابدا اكتب الخطوات بتاعه الحل. مش ان انت تعرف اجابتهم وتعديهم، لا، انت استفاد من ال10 اسئله دي، انت ليه معرفتش تحلهم، طب ازاي ممكن تتحل، وازاي بعد كده لو جالي اي فكره زي دي اقدر ان انا احلها بكل سهوله وما اقفش فيها. فانت كده اهو استفدت من الحاجات اللي انت كانت واقفه معاك اصلا اكتر من ان انت استفدت من الحاجات اللي انت كنت عارفها وحلتها. وبالعكس ده كمان هينشط تركيزك اكتر وهينشط مذاكرتك اكتر، وهيخليك ان انت الحاجه اللي تذاكرها او الحاجه اللي انت ما كنت واقف فيها وبدات ان انت تعرفها، دي حاجه هتثبت في دماغك اكتر بافكارها بكل الخطوات اللي انت عملتها، فبالتالي مش هتنساها تاني وهتبدا ان انت تحل عليها في اي جزء تاني ممكن يجيلك.
تالت مشكلة وهي الإحباط اللي بيكون حواليك في الفترة دي، وكمان المقارنات بينك وبين زمايلك. واللي عاوزة أقوله لك في الجزء ده هو إن أنت تفصل دماغك كده عن أي إحباط، افصل نفسك عن كل حاجة، ما تسمعش لأي حاجة، ركز في طريقك وبس. أنت قارن نفسك بنفسك، أنت عايز تبقى أفضل لنفسك أنت. يعني أنا مثلا مستوايا مش عاجبني فأنا عاوز أعليه، مش أنا عاوز أعليه زي ما زميلي معلي مستواه لكذا، لا أنا عاوز أعلي مستوايا للحاجة اللي ترضيني أنا والحاجة اللي أنا عاوزها. بلاش إن أنت تقارن نفسك بحد، لان المقارنه بغيرك ده هيضرك انت وهيخليك دايما حاسس ان انت في حاجه ناقصاك، انت مش قادر تبقى زي زميلك. لا، عشان كده بقول لكم قارنوا نفسكم بنفسكم انتوا. يعني انت مثلا عايز تعلي مستواك انت، مش عايز تعلي مستواك زي ما زميلك معليه، لا انت علي مستواك انت في الحاجه اللي ترضيك، ووصل المستوى اللي يرضيك، المستوى اللي يوصلك لحلمك، مش المستوى اللي يوصلك لحلم غيرك. وكمان حاجة مهمة جدا، ما تستناش ان حد هو اللي يحفزك على المذاكرة، حفز انت نفسك وقوم انت بنفسك. حسيت مثلا ان انت محبط مش قادر تذاكر، زهقان من المذاكرة، قوم صلي ركعتين، خد تحفيزك من ربنا سبحانه وتعالى، ادعي ربنا وحاول ان انت تاخد طاقتك منه، لان تحفيز الغير ده بيكون تحفيز مؤقت جدا. هتلاقي مثلا ان انت تحفزت نص ساعة، ساعة، يوم حتى، وبدأت تاني يوم ترجع تاني زي الاول، فاستفدت ايه؟ لا، انت كل ما تحس بالاحباط، كل ما تحس ان انت مش قادر تذاكر، قوم صلي ركعتين، استعين بالله وادعي ربنا كده، وابدأ مذاكرتك عادي، وهتلاقي ان انت بقيت بكامل تحفيزك وكامل اصرارك على المذاكرة، وعايز ان انت تحقق كل حاجة انت عاوزها. خامس نصيحة ليك وهي ان انت تبدأ تراجع على الشباتر او الفصول اللي انت خلاص خلصتها. زي مثلا انت لو في الاحياء وصلت للفصل الثالث بتاع التكاثر، فانت حاول تراجع على الهرمونات والدعامة في كل اسبوع انت هتاخده، وده انا مقسماه في الجدول كويس. حتى لو انت هتراجع بالحل عادي جدا، حاول ان انت بس تاخد زي هنت بسيط كده عن اللي فات، وحاول ان انت تحل عنه علشان بس المعلومات ما تبدأش ان هي تتسرب من مخك كده وتبدأ ان انت تنساها. لا، حاول ان انت تراجع، حاول ان انت تنشط ذاكرتك في الحاجات اللي فاتت علشان ما تندمش بعد كده في اواخر مثلا زي شهر 1 شهر 12 وكل الكلام ده. اخر نصيحة واهم نصيحة ان انت تتوكل على الله، حاول ان انت تستعين بالله في كل اوقاتك. بلاش ان انت تقعد ندمان وتقعد مثلا محبط شايف ان المذاكرة دي حمل عليك، لا انت ذاكر بكل حب، بكل توكل على الله، اعمل اللي عليك وما تبصش لاي حاجة تانية. بص بس ان انت تطلب كرم من ربنا، لان مهما عملنا من مجهود ومهما ذاكرنا ومهما تعبنا، فاللي ربنا مش بيكرمه في حاجة مش هتجيله مهما حصل. فانت اطلب كرم ربنا وادعي بكرمه، لان حتى لو انت ذاكرت كتير وربنا اعطاك بكرمه، فانت عندك التوفيق بيبقى عالي جدا، بيديك باحسن مما كنت تتخيل، وبتبقى راضي جدا عن كل حاجة. ودي كده كانت نصايح شهر 10. نبدأ بقى في تنظيم الجدول بتاعنا. انت عندك 5 مواد هتقسمهم لمواد علمية والمواد الأدبية. المواد العلمية عندك فيزياء وكيمياء وأحياء. المواد الأدبية اللي هم العربي والإنجليش. هتبدأ ان انت تاخد مادتين في اليوم، مادة علمية مع مادة أدبية. طيب المواد الأدبية عندك عربي وإنجليش، هتاخدهم بالتبادل كل يوم، يعني مثلا يوم عربي يوم إنجليش، يوم عربي يوم إنجليش، يوم عربي يوم إنجليش، هكذا على مدى ال7 أيام بتوعك. وهتبدأ ان انت تذاكر بقى الفيزياء والكيمياء والأحياء كل يوم مادة، يعني مثلا يوم فيزياء يوم كيمياء يوم أحياء، يوم فيزياء يوم كيمياء يوم أحياء. طبعا انتوا عارفين او ملاحظين ان انا بتكلم عن 6 ايام بس في الاسبوع، لان انت هتوفر عندك يوم، اليوم ده مش هيبقى عندك فيه اي دروس او اي حاجه، وهتذاكر لي ال5 مواد مع بعض. ازاي؟ هتبدا ان انت تقسم، او انا هقسم لك الجدول بتاعك ان انت تحل ال5 مواد دول وتراجع فيهم بالحل عن كل حاجه انت خدتها في الاسبوع بتاعك. واليوم ده هيكون اي يوم انت فاضي فيه، الجمعه مثلا، او لو في مثلا ناس ما بتكونش فاضيه في يوم الجمعه، فانت شوف اي يوم فاضي فيه ما فيش عندك فيه اي دروس، ما فيش حاجه عايز ان انت تسمعها من الشرح، وابدا ان انت قسمه كده للموضوع اللي انا هقوله لك ده والحل ده. طيب هتقسم مذاكرتك ازاي؟ على هيئة فترات. هيكون عندك 3 فترات. الفترات دي انت هتبدأها او هتمشي باللي انا هقوله لك، بس انا هبدأها في الجدول بتاعي على افضل ميعاد للمذاكرة، وهو من بعد الفجر، يعني من الساعة 6 مثلا. فالفترة الاولى دي انت هتعمل فيها ايه؟ الفترة الاولى دي هتبقى من الساعة 6 للساعة 10. الفترة دي انت بتذاكر مادة عليك، يعني مثلا انت اخدت امبارح مثلا درس فيزياء، فانت هتذاكره النهاردة من الفترة 6 ل10، يعني 4 ساعات. 4 ساعات مذاكرة صافية، اعتقد ان هي كافية جدا ليك.
مش هتحتاج فيها اكتر من كده. الفترة التانية هتكون من الساعة 10 للساعة 3. الفترة دي انت بتسمع حصة عليك او مثلا انت بتروح درس اي حاجة، بس يعني من 10 ل3 يعني حوالي 4-5 ساعات كافيين جدا ان انتوا تروحوا فيهم وتاخدوا الدرس او انتوا ترجعوا. اعتقد مفيش حد بيزود اصلا في الدرس عن 2 أو 3 ساعات، فالفترة دي هتكون كافية جدا ليك وان انت تصلي بقى وتتغدى وكده. من 3 ل6 تبدأ ان انت تذاكر المحاضرة اللي انت سمعتها او المحاضرة اللي انت حضرتها او رحتها في الدرس. حد مثلا هيقول لي انا باخد اونلاين وبحب ان انا اذاكر مع الحصة او ان انا اكون بذاكر والمدرس بيقول مثلا بوقف الحصة ابدأ ان انا اذاكر الجزء ده وارجع له تاني وهكذا. الساعة من 10 ل6 كافية جدا ان انت تعمل الموضوع ده، حتى لو انت مش هتقسم الموضوع زي ما انا قلت 5 ساعات و3 ساعات، لا انت من 10 ل6 هتقسم اللي انت عايزه وهتبدأ ان انت تذاكر وتحل زي ما انت عايز. ودي كده فترات المادة اللي احنا قلنا عليها. طيب العربي والانجليش اللي انت بتعملهم بتبادل كل يوم، فدول هتحددهم من الساعة 6:30 للساعة 9:30 انت بتذاكر فيهم عربي او انجليش بالتبادل زي ما احنا قلنا، وبتذاكر مثلا منهج عليك بتراجع حاجة. انت هتبقى متوفر لك تقريبا 4 ايام في الاسبوع لكل مادة من دول. وطبعا المواد العلمية انت بتعدي عليها 3 ايام في الاسبوع، فحلو جدا الجدول متقسم كويس جدا. طيب انت هتقولي انا ذاكرت الفيزياء مثلا النهارده، طيب في اليوم التاني اللي عندي فيه فيزياء هعمل ايه؟ اليوم ده بقى بتاع التراكمات، الحاجه اللي انت متراكمه عليك هتذاكرها. عاوز انت مثلا ما عندكش تراكمات ومخلص كل حاجه، عاوز مثلا تراجع على الفصول، عاوز ان انت تحل، عاوز تحضر الدرس اللي بعده، كل الكلام ده مفتوح عندك، الجدول مفتوح والوقت موجود. يعني انت بتذاكر 10 ساعات كل يوم، فالجدول حلو جدا، فترات مرتاحه معاك، وفي كمان اوقات للبريك. الموضوع كويس جدا معاك وحلت لكم مشكله التراكمات، عرفت انت تعملها ازاي. الكيمياء مثلا هتذاكرها اول يوم الحصه الجديده كويس جدا، هتيجي تاني مره هتعدي عليها في الكيمياء خلال الاسبوع، هتبدا ان انت تذاكر التراكمات اللي عليك فيها. تقريبا حوالي 6 ساعات كفايه جدا لان انت تلم حاجه من التراكمات. اليوم بقى اللي احنا قلنا هيكون مخصص لحل ال5 مواد، هتقسمه ازاي؟ هعمل لك الساعات ان انت بتبدا من 6 الصبح زي ما قلنا، من 6 ل 10 انت بتحل فيزياء، هتاخد نص ساعه بريك من 10:30 للساعه 1:30 انت بتحل كيمياء، من الساعه 2 للساعه 5 انت بتحل احياء، تاخد ساعه بريك مثلا تتغدى فيهم وترتاح شويه. هتبدا من الساعه 6 للساعه 10 انت هتاخد العربي والانجليش ساعتين لكل ماده، يعني مثلا من 6 ل 8 ده عربي، من 8 ل 10 ده انجليش. انت بس في اليوم ده بتحل على كل حاجه انت خدتها خلال الاسبوع بتاعك. واللي ما فهمش الجدول فالجدول هيوضح اكتر على لما انزله لكم على جروب التليجرام، فانزلوا شوفوه. اعتقد كده ده انا حليت معاكم كل المشكله بتاعه التراكمات، ومشكله كمان بتاعه الجديد ان انت مش عارف توفر وقت ليه للمذاكره. حاولوا بس اهم حاجه ان انتوا تلتزموا بالجدول، ما تضيعوش وقت كتير، واستعينوا بالله كده وابداوا، وكونوا في نيتكم ان انتوا تخلصوا كل حاجه عليكم علشان ان شاء الله تخلص. بس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان شاء الله ان هو يكون فاتكم. ولو عندكم اي مشكله ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس، وانا ان شاء الله لو حتى ما ردتش عليكم في الكومنتس هطلع في فيديو مخصوص اقولها لكم. و thank you for watching، ربنا يوفقكم جميعا يا رب.